الوصفه اللي هقول لكم عليها دي تعتبر من افضل الوصفات اللي انت ممكن تستخدميها لشعرك علشان تتقل شعرك وعلشان خاطر تطوله. هي وصفه الانقاذ السريع، مجرد انك تعمليها في اول شهر هتلاقي اختلاف سريع جدا. عملنا ايه بقى؟ زي ما البنت اللي قدامكم دي هتعمل. اول حاجه جابت الروزماري وحطت عليه نعناع، وبعد كده جابت قرنفل وحطته عليه، وراح جايبه ميه مغليه وحطت المكونات كلها على بعض في الميه المغليه وغطيتهم وسابتهم منقوعين حوالي 24 ساعه. بعد كده جابتهم حطيتهم في بخاخ وبدات تقسم شعرها زي ما انتم شايفين كده في الفيديو وترش على اماكن الجلد. وطبعا لازم تعملي مساج لمده 5 دقائق، مساج يكون بالراحه، ووطي ونشطي الدوره الدمويه وارجعي تاني. واللي يميز الوصفه دي بقى ان انت مش محتاجه ان انت تغسلي شعرك بعد الوصفه دي، انت ممكن تعمليه كده كلوشن تحطيه مره الصبح ومره بالليل. المكونات الطبيعيه دايما مفيش منها اي اضرار، يعني لو مش فادتك مش هتضرك، فانت ممكن تعمليها ليكي ولاطفالك ولجوزك ولولادك. اي كل الوصفات الطبيعيه بتنفع للبنات والولاد. اللي بيميز بقى الوصفه دي يا بنات عن اي حاجه ان اول حاجه هي مستخدماها هي وصفه الروزماري او نبات الروزماري. نبات الروزماري ده دلوقتي في كل الابحاث اللي اتعملت بقوا قالوا ان هو بديل امن للمينوكسيديل. يعني لما جابوا ناس وكانوا بيستخدموا لهم لمده شهر مينوكسيديل وكانوا بيستخدموا لهم الروزماري سواء كان بقى المغلي او زيت الروزماري، لقوا ان النتائج اللي بتعملها المينوكسيديل هي نفس النتائج اللي بيعملها زيت الروزماري. بس اهم حاجه لو هتستخدمي زيت الروزماري لازم تحطي معاه زيت تاني عضوي علشان مش يخلي شعرك يبيض. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واعملوا الوصفه دي، فعلا الوصفه دي هتفرق معاكم جدا لو انتوا اول مره تشوفوني. انا الاء جمال، سكين كير اند هير سيرفيس. مع السلامه.